ورجعنا مشاهدينا بعد الريبورتاج اللي شفناها عن الكستنة. واحنا عارفين ان الكستنة طبعا يحتوي على عديد الفيتامينات والحديد والمعادن المفيد جدا للمعدة. ترحبوا مع بعضنا بالاستاذ فرحات كروان مدير قناة كروان. واحنا نعرف ان قنوات الرسوم تكلمنا عليها في عدة في حلقات سابقة ان لها أهمية قصوى، إما تعدل سلوك الأطفال أو إنها هي ممكن تسيء لسلوك الأطفال من خلال ما يقدم من مشاهد أو رسائل أو بعض الرسائل اللي ممكن نقول إحنا دسيسة تكون ما بين السطور في بعض الرسوم، وبعض الثقافات اللي ممكن تكون موجودة أيضا فيها تبث لأطفالنا ومن دون رقيب أو عتيد على هذه القنوات اللي أصبحت بأعداد مهولة يعني بشكل كبير زي القنوات الأخرى. رحبوا مع بعضنا بالأستاذ فرحات كروان. صباح الخير. صباح النور وصباح الخير للسادة المشاهدين ومتابعي قناة العاصمة. مرحبتين بحضرتك. طبعا قبل ما نستكمل ونبدو حديثنا ونستأنفوه مع الأستاذ فرحات كروان تقدروا تتواصلوا معنا طبعا عبر أرقام هواتفنا، وممكن تسألوا الأستاذ فرحات أي سؤال حول الرسوم المتحركة. بس قبلها خلينا نشوف مع بعضنا طبق اليوم اللي هو كوجينتنا. اليوم درنا طعمية بس بالشوفان، المقادير تختلف شوية. حطينا الشوفان لأن الشوفان حنتكلم عليها في الحلقات الجاية، ليه فوائد جمة جدا، بس ما زال ما دخلش شوية في ثقافتنا وما زال ما دخلش شوية في أغذيتنا وفي طعامنا. المقادير حتظهر قدامكم على الهواء وطريقة التحضير. هذا هو إذا طبقنا اليوم اللي هو طعمية بالشوفان، وشفنا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير سهلة وبسيطة، هي شبيهة جدا بالمقادير العادية، بس أدخلنا الشوفان مع الفول اللي درناه اليوم في المقادير. نرحبوا من جديد بالأستاذ فرحات كروان مدير قناة كروان. صباح الخير من جديد. أستاذ فرحات، القنوات الرسوم المتحركة نلاحظ مع بعضنا أنها هي منتشرة بشكل كبير ولعدة أسماء دون ذكر اسمها، طبعا بشكل كبير موجودة تبث من عدة قنوات عربية وغير عربية، وفي طبعا رسوم متحركة اللي فيها في اللي تكون من خلال دراسة ومن خلال يعني أشخاص مهنيين عارفين أن الرسوم هذه تبث لأعمار كذا فنحطها في التوقيت كذا، أو أعمار كذا ونحطها في التوقيت كذا، بس ما نخاطبش الأطفال برسوم متحركة ممكن تسيء لقيمنا الدينية أو لعاداتنا وتقاليدنا زي ما في بعض القنوات. قناة كروان نشاهد فيها كلنا في الرسوم المتحركة اللي تقدم من خلالها. هل حضرتك أستاذ فرحات تعمل بما أن حضرتك مدير القناة على إيجاد الرسوم المتحركة اللي تقدم يعني بعناية، يعني شرائك للرسوم المتحركة يكون بعناية من خلال دراسة وجود أخصائيين نفسيين أخصائيين اجتماعيين، أم فقط لمجرد أن الرسوم هذه ممكن يحبوها الصغار؟ احنا نعرفوا قبل أن كان في رسوم مثلا هايدي، كان في السنافر وغيرها، بس تو في أغلبها رسوم تكون يعني ديجيتال أكثر، تحاكي نوع آخر من عوالم خيالية أكثر. أولا بالنسبة لاختيارنا للرسوم، طبعا في اختيار لاختيار الرسوم اللي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية وتربيتنا. طبعا قناة كروان الأطفال هي همها الوحيد أو رسالتها الوحيدة هي خلق أو تربية توجيه الرسالة لتنشئة الطفل حسب عاداتنا الإسلامية وتقاليد، خصوصا تقاليدنا وتقاليدنا الليبية. طبعا احنا حاولنا نضع بين القديم والجديد زي ما تفضلتي حضرتك، مثلا هايدي وسندباد وجريندايزر وزينة، وخصوصا زينة ونحود فيها رسائل توجيهية للطفل، يعني فيها حكم، فيها معاني، بالإضافة إلى الرسوم اللي يعني مش بالطريقة اللي تفضلت بها حضرتك، الرسوم الخيال أو اللي ما لهاش فايدة بالضبط، يعني حتى الكرتون يعني الرسوم ككرتون كشكل مزري، يعني يا إما الطفل بيقلد اللي شافه من سلوكيات وعدوانيه، يا اما في اثناء النوم في الليل اكيد حيصير له فزع وخلع وصراخ. فهذا احنا بكل امانه تبعدنا عن الامور هذه. في طبعا كل اختياراتنا كانت حسب ما نمشي ما يحتنا به ديننا الاسلامي وعاداتنا الليبيه.
وممكن انت حضرتك تفضلتي شفتيها وشافها الساده المشاهدين. بالاضافه حتى الاغاني نتاعنا اللي هي الفيديو كليب طبعا دائما مميزه، يا اما تكون مثلا على شكل كرتون او فيديو كليب لايف، لكن كلها فيها رسائل يا اما تعليميه، يا اما مثلا على اخلاق الاسلاميات، يا اما مثلا تربويه. في كل اغنيه او كل كرتون ليه مضمون وليه رساله ان شاء الله باذن الله. القناه يعني كانت اي مرحله عمريه تخاطب، يعني ممكن يتفرج عليها الاطفال من عمر 2 3 سنوات او ما فوق ذلك، اما هنا تخاطب جميع مراحل الاطفال العمريه في كل وقت. مثلا عندنا في الظهريه توقيت معين للاطفال الصغيرين، في العشيه نفس الشيء، في الليل يعني اغلب الاطفال يكونوا راقدين. طبعا انا نحب ننوه، طبعا احنا طلعنا في اول يوم بث تجريبي في 1/12/2012، ثم البث الرسمي كان في 1/7/2013. الان بعد خبره متواضعه والحمد لله حاولنا يعني في الخارطه اللي ماشي بها الفتره هذه والخارطه الجايه ان قسمنا البرامج بتاعنا حسب فئات عمريه. يعني في فئات عمريه مثلا من 3 سنوات الى 5 سنوات، وفي فئات عمريه يعني من 7 الى 10، يعني كل شريحه لها برنامج خاص به. وخصوصا ان احنا نعود في الرسوم القديمه، فحتى اعطينا فرصه حتى للكبار ان بحيث ان يراجعوا ذكرياتهم. صحيح. يعني تقدر تقولي القناه شامله للاسره الليبيه والاسره العربيه، يعني فيها كل المضامين يعني. بالنسبه للاستاذ فرحات، طبعا اللي مضمون تتكلم مضمون الرسوم المتحركه، يعني حضرتك حس فيك انك انت ماشي مع مضمون الرسوم المتحركه القديمه اكثر من الرسوم المتحركه الجديده زي سبونج بوب وغيرها من انواع الرسوم الاخرى اللي تو اغلب الاطفال للاسف يعني مركزين فيها ومهتمين بها. نلقوا حتى بعض الادوات المدرسيه مرسوم عليها، وتو ان شاء الله العوده يوم الاحد للاطفال المدرسيه نلقوهم ان هم الشنطه لازم يكون عليها موجود الرسوم هذا، سواء كان سبايدر مان، سبونج بوب او غيرها. يعني حتى ملابسهم يعني نلقوا ان هم متعلقين بها بشكل كبير. بينما الرسوم المتحركه القديمه نلقوا ان ما فيش اي حاجه لها، سواء كان في المكتبات، في الملابس، في الادوات المدرسيه. هل هذا يعطي تعلق حتى هم للاطفال مثلا لما يشاهد مثلا سبونج بوب على محايه ولا على قلم ولا في شنطه، ان هو بعدين يبي يتفرج على هذا الرسوم؟ حتى في المدرسه نلقوا الصغار تفرجت على حلقه كذا زي الكبار يعني تو. طبعا احنا زي ما قلت تميزنا باعاده القديم، لان القديم حقيقه حسب وجهه نظري الشخصيه ان فيها رساله وفيها مضمون. بس الجديده زي ما تفضلتي حضرتك، يعني سواء كانت حتى في الشكل، كانت حتى في المضمون الكرتون او في الرساله، يعني بس يعني هو تيجي تقولي هي تجاره اصبحت اكثر من رساله. يعني لما بنحط لك مثلا سبوم اللي تفضلت بحضرتك، يعني بعدها حندير لاني دعايه على القلم وعلى الكراسه وعلى الشنطه، هو اصبح شيء تجاري، يعني ترويج لهذه الشخصيه. الان احنا بفضل الله والحمد لله يعني ممكن حتلاحظوا خلال شهر او شهر ونص عندنا انتاج من شركه كروان، قناه كروان اطفال، بشخصيات ليبيه، بلهجه ليبيه، بمضمون ليبي، برساله ليبيه. يعني عكس ما كان في بعض من القنوات الاخرى اللي بتبث يعني شخصيات معينه يعني او ترويج. الترجمه قصدك حتكون لا انتاج ليبي 100%. الكرتون نفسه حيكون كرتون ليبي 100%. انتاج ليبي 100%. يعني طبعا شباب ليبيين والحمد لله متحمسين تحت اداره كروان اطفال، الان شغالين 24 ساعه بحيث ان نطلع برسوم كرتون ليبيه 100% ان شاء الله. في وقت عاجل ولا ما زال ياخذ فتره سنين يعني حتى نكون في عندنا رسوم كرتون ليبيه تحاكي يعني الطفل الليبي اكثر؟ لا احنا حناخذها على مراحل يعني. بس الان حنبدا مثلا في فواصل ترشيديه للطفل على شكل كرتون، في اغاني كرتون على شكل كرتون، يعني كلها توعيه اغاني ليبيه. وبالاضافه احنا في المولد النبوي الشريف عرضنا يعني في فاصل حوالي 30 ثانيه حاولنا نرجع بالتراث الطفل الليبي، الفلكلور الليبي، حاولنا نرجع الاغاني القديمه بتاعنا. الاغاني القديمه. ايوه تكلمت حضرتك تو عن الميلود، عفوا قطعتك، وفي اغنيه مجهزينها في قناه كروان على الميلود، كان مفترض ان نجهزها طبعا حلقه الميلود، وحنعرضوها تو اللي هي تحاكي يعني الطفل الليبي بالكرتون باغنيه قديمه من تراثنا، يعني فلكلور ليبي، حتى ما ينسوش الاغنيه هذه، تشاهدوها مع بعضنا.
يلا هو حيكون جاهز ان شاء الله الفيديو بتاع هذا القنديل، بس الفيديو اللي تو نعرض كان على نوع من يعني انه هو تحفيز الطفل على الصلاه ومع توعيته بديننا القيم الاسلامي. الدين الاسلامي. واكثر معظم اكثر الفيديو كليب او الاغاني توعوي اكثر شيء، توعيه على نفس الكيفيه هذه يعني. حتى البرامج الكرتون المسلسلات يعني كلها يعني توحينا توعيه لديننا الاسلامي، بالقيم بالعادات. الفيديو جاهز لهذا قنديل، خلينا نشوفوه مع بعضنا مع الاستاذ فرحات. ورجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعضنا الزوز فيديو كليبات اللي جهزهم لنا الاستاذ فرحات. طبعا الاول كان على القيم الدينيه الدين الاسلامي، والثاني كان على المولد النبوي الشريف، الاغنيه اللي اغلب الاطفال تو نسوها يعني بدوا لهين بالالعاب الناريه يعني سيبوا الحاجات الحلوه اللي كانت زمان. حاولنا يعني نرجع للفلكلور الليبي وخاصه الاغاني القديمه واللي لها علاقه بالطفوله والتراث الليبي والاصاله الليبيه. فان شاء الله حوالي عندنا 15 العمل الكرتون ان شاء الله حنشوفوه خلال الايام القادمه ان شاء الله. كل هذا انتاج ليبي وبشباب ليبيين وبخبرات ليبيه، والحمد لله احنا يعطينا فرصه حتى للشباب الليبي لتنميه قدراته، والمجال مفتوح لكل شخص اللي عنده الامكانيه والقدره اهلا وسهلا به يعني. طبعا معناها الكوادر استاذ فرحات يعني الكوادر الليبيه الموجوده في قناه كروان كلها كوادر ليبيه، كلها كوادر ليبيه والشباب كلهم ليبيين ومتحمسين يعني والحمد لله يعني. تو الفيديو نشاهدوا فيه هو تعليمي تثقيفي للحروف الابجديه وفواكه يعني تعرف. لا هذا بالنسبه للفيديو هذا اسمه فوائد غذائيه او نصائح كروان، بحيث ان احنا كل يوم نبت حلقه فيها توعيه للطفل يعني. كل يوم بيحكي عليه فاكهه او بيحكي عليه نوع من الخضار، ان الفاكهه هذه مثلا يعني شنو قيمتها الغذائيه، شنو مهمتها، شنو تعطي للطفل يعني. وحتى برضه فرصه لربات البيوت حتى اللي ما يعرفوش يعرفوا يعني بالضبط. هي معلومه غذائيه في حوالي في دقيقتين. طبعا هذا من انتاج كروان اطفال ان شاء الله باذن الله. يعني اغلب الاغاني والفيديوهات اللي زي تو نشاهدوا فيها كلها من انتاج نفس القناه ان شاء الله باذن الله. حيبثوا ان شاء الله خلال 10 او 15 يوم ثانيات يعني بمجرد ما ينتهوا بجميع الحلقات يعني. ما زال مش جاهز هذا يعني في مجموعه جاهزه بس احنا لما بيتم حنطلع به كلها يعني تقريبا كل عمل حوالي ياخذ 3 دقائق يعني يوميا يعني. شهر رمضان هو ما زال في طبعا ما زال بعيد شويه، بس هل في تجهيزات لشهر رمضان؟ نعرفوا ان اغلب القنوات واغلب المنتجين يبدو في التجهيز لشهر رمضان مبكر يعني. هل في رسوم متحركه خاصه بشهر رمضان؟ هل في يكون في توعيه بالواعظ الديني اكثر زي ما شفنا تو الفيديو السابق في شهر رمضان؟ طبعا في شهر رمضان ان شاء الله ربي يعطينا عمر ان شاء الله. اكيد في مفاجات ان شاء الله وحتترقبوها ان شاء الله. والان الشباب شغالين عليها من اللحظه هذه يعني. هو الان لو في القناه ما زالوا يشتغلوا يعني. في شباب يشتغلوا شغالين على امور لشهر رمضان الكريم ان شاء الله باذن الله يعني. طبعا على ذكر البرامج الدينيه، احنا ان شاء الله طلعنا في اول حلقه الاثنين الماضي برنامج ديني اللي هو اسمه زهور التراتيل. يعني فكرته جميله جدا ومبسطه، بحيث هو في سيد فاضل شيخ فاضل بيقدم نصائح يعني معلومات بحيث ان تعليم القرآن الكريم في التجويد في القراءة يعني بكل أحكام القرآن الكريم. وبعدين بيفتح مجال للاتصال أن كل طفل أو فتاة تتصل وتتلو القرآن بتاعها، وبحيث أن الشيخ يصحح لها الأخطاء إذا كان عندها أخطاء يعني. وهذه فكرة جميلة والحمد لله. وحتى تحفز الأطفال الصغيرين على قراءة القرآن يعني. بالضبط، نعطوا فيهم فرصة. طبعا حيكون هو البرنامج مباشر. احنا طلعنا أول حلقة كانت 30 وكل اثنين إن شاء الله يعني الساعة 5 في هذا التوقيت يعني حيكون في برنامج زهور التراتيل يعني إن شاء الله بإذن الله.
بالنسبه للقصص العالميه، شفنا في قناه كروان يعرض رسوم شارلوك هولمز في القناه. يعني القصص العالميه والروايات العالميه اللي يكون لها معنى او مغزى، مثلا زي شارلوك هولمز، زي محقق كونان، يعني لها هدف معين، تم حتى في الطفل الذكاء لمعرفه المجرم الفاعل او ما الى ذلك. يعني هذا يوعي الطفل بس بشكل غير عنيف يعني. بالضبط، وتنميه القدرات للطفل يعني. هل هذه موجوده يعني حتكون مكثفه في القناه، ام القناه تعمد على توجيه مثلا رسائل دينيه توجههم حول الدين الاسلامي اكثر، او توجههم للتعليميه اكثر، او انها حتى تبت فيهم بالمسلسلات او الرسوم المتحركه هذه كسلسله؟ اكيد حتكون متنوعه يعني، جزئيه على تعليمنا الاسلامي، عاداتنا الاسلاميه، تقاليدنا الاجتماعيه، جزء عن التوعيه، جزء يعني حيكون منوع يعني لكل برنامج ليه مجال معين يعني باذن الله يعني. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق استاذ فرحات كروان ان شاء الله في القناه. واكيد طبعا ندعو كل، طبعا بما ان هي قناه ليبيه فندعو كل الاطفال الصغيرين انهم يتابعوها بدل مشاهده القنوات الاخرى اللي ما ندرش عليها حتى. يعني لازم يكون في الاب او الام جالسين معهم لمراقبه ما يبث من خلالها من رسائل ومن ثقافات احنا نجهلها تماما، شنو هم يبغوا يرسخوا في عقول اطفالنا. شكرا لك على حضورك اليوم. اولا بارك الله فيك، وبشكر قناه العاصمه اللي اعطتنا الفرصه على الاقل عرفنا ان في ليبيا اسمها في قناه اطفال، وهذه اول قناه في ليبيا وفي المغرب العربي، وهذا وسام شرف لكل طفل ليبي ان اصبحت له قناه ليبيه اسوه بباقي اطفال سواء كانوا في دول عربيه او غيرها. وبارك الله فيكم وشاكركم من جديد يعني. شكرا لكم، نشدوا على ايديكم حضرتك وكل الكادر وفريق عمل قناه كروان الموجود فيها، خاصه انه حيكون في رسوم متحركه باللهجه الليبيه. هذا يسعدنا جدا، وهذا يفرح حتى العائلات والاسر الليبيه انهم ان شاء الله ربي يوفقنا، فانتظرونا يعودوا حتى على الكلام الصغير اللي قاعدين ما يتكلموش. القريب العاجل في الكثير من المفاجات ان شاء الله اللي تخدم الاسره الليبيه والطفل الليبي ان شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لك استاذ فرحات كروان مدير قناه كروان على الحضور. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه حلقتنا لليوم. شكر كبير لكل فريق عمل حلقه اليوم. نتمنى لكم يوم سعيد، وملتقانا ان شاء الله يوم الاثنين. اي سؤال او استفسار اكيد على صفحتنا على الفيسبوك نسمات الصباح. الى اللقاء.